تركي آل الشيخ رسميا يفجر مفاجأة للأهلي بعد حسم الثلاثية وهدايا بصفقات لن تتوقعوها والخطيب يوافق. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة الكرة حياتنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. 90 دقيقة على المكسب. اللي لعب على 90 دقيقة النهاردة هو طلائع الجيش، لأنه سجل التعادل في آخر دقيقة من زمن المباراة. لكن لما منافس الأهلي يلعب في الدقيقة 90 فالأهلي بيلعب للدقيقة 120 والى ركلات الترجيح، فيتوج الاهلي بطلا للمره رقم 37 في تاريخه، حاصدا الثنائيه رقم 15 في تاريخه، وحاصدا الثلاثيه الدوري يعني والكاس ودوري الابطال للمره الثانيه في تاريخه. هارد لك لنادي طلائع الجيش، مباراه كبيره لعبها النهارده، ومليون مبروك للاهلي والجماهير الاهلي والمجلس اداره الاهلي وجهازه الفني. الفوز النهارده بلقب تاني خلال 8 ايام من الجمعه الماضيه، مش امبارح. امبارح كانت ليلة حافلة استمرت احتفالاتها حتى ليلة امبارح، لأن الأهلي يتوج فيها بدوري أبطال إفريقيا وينتظر 8 أيام ويحصد بطولة جديدة، هذه المرة محلية، بطولة كأس مصر ليجمعها مع الدوري في شهر تقريبا، وبالتالي شهر انتصارات وأفراح للنادي الأهلي، وهو يبحث الآن عن رباعية ربما تكون قريبة، سوبر محلي أو سوبر إفريقي. يبحث النادي الأهلي عن البطولات، وبطولات الأهلي لن تنتهي وازدحمت في مرحلة متأخرة من هذا الموسم. مليون مبروك للأهلي، فوز بعد ماراثون في استاد برج العرب، هدف يتقدم به الأهلي، ولكن طلائع الجيش يدرك التعادل مع اللحظات الأخيرة بروح معتادة، بيلعب بالدقيقة الأخيرة أهلاوية عملها النادي الأهلي. وصلنا لشوطين إضافيين بفرص أقل بكتير لفرص خلال المباراة لنحتكم إلى ركلات الترجيح. ركلات الترجيح كانت مثيرة للغاية وكانت درامية وغدارية. الحقيقة ان طول المباراة كانت احداثها مثيرة، يكفي ان كهربا اللي نزل بديلا لطاهر محمد طاهر اول لمسة ليه جاب هدف الفوز او هدف الفوز، وكان التعادل بالنسبة لطلائع الجيش. ومع وجود كهربا اللي قاعد متضايق ان هو ما كانش بيشارك، فيتصاب طاهر محمد طاهر ويسيل الدماء من على وجهه، ينزل محمود عبد المنعم كهربا، ومع اول دقايق من مشاركته يسجل هدف حلو من كرة معتادة من ايمن اشرف طولية، من اسيست حلو من مروان محسن، تنزل لكهربا يستلم على صدره ويسدد برجله اليسرى ويجي هدف. مع انطلاق صافرة النهاية، عشان اللعيبة مستنية والجمهور قاعد مستني واحتفالات جديدة تظهر في الافق، ولكن ناصر منسي كان ليه رأي اخر، سجل هدفا بعد الكرة وقعت من محمد الشناوي، فبيسجل بيها هدف التعادل لطلائع الجيش. شوطين اضافيين، تغييرات من هنا وتغييرات من هنا، قبليهم كان في طرد بعد الهدف بتاع لاعبي طلائع الجيش، لعب الاهلي المعار لطلائع الجيش. ونحتكم الى ركلات الترجيح باحداثها المثيرة. نجم النادي الاهلي هيكون معانا النهارده وبأخبار حصرية جدا للنادي الأهلي، تصريحات نارية. سبحان الله، النهاردة كانت التوقعات ماشية صح جدا. المباراة ركلات الترجيح ابتسمت للنادي الأهلي. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل للنادي الأهلي. تركي آل الشيخ يهدي النادي الأهلي صفقات نارية سيعلن عنها يوم الأربعاء القادم. تركي آل الشيخ يعلن للنادي الأهلي صفقات سوبر بعد التتويج بلقب كاس مصر. الاهلي يحصد بطولات في اواخر الموسم. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.